شنية الحاجة الغريبة اللي صارت في الهدف الثاني للنادي الإفريقي وما فاق بها حد، وعليش شفنا فوزي البنزرتي غاضب من آية مالك في وسط المباراة بعد شوط أول مخيب للأمال، وين شفنا فيه النادي الإفريقي غايب على المباراة، كان يعتمد على الكرات الطويلة من الدفاع وما شفناش حتى هجمات مركزة كما نشوفوا في العمليات هذم، وانتصل الكرة البن عبده وإلا الشريفي اللي حاول يطول الكرة في اتجاه الهجوم، بينما الملعب التونسي كان قريب من الهدف بثلاثة محاولات اختيرة تصدى لهم مهيب الشامخ في الشوط الأول، وهذا اللي خلى فوزي البنزرتي غاضب جدا من لاعبيه، وكان حتى دخل الميدان ونشوفوا كيفاش غاضب من الخطأ اللي قام به آية مالك في وسط المباراة. الشوط الثاني تغير كل شيء وشوفنا نادي إفريقي آخر. خلينا نشوفوا مع بعضنا شنية صار. نشوفوا العملية هذه، الكرة تتلعب من الدفاع ونشوفوا طلب الكرة من آية مالك، بينما السيلي يتعدى ويدخل وسط الميدان، الكرة توصل عند الشريفي والبحث على شوات اللي طلب الكرة في العمق. والحاجة اللي تميز هجوم النادي الإفريقي هو الحرزي اللي يرجع للخلف باش خلى الزعلوني يطلع للهجوم، ونشوفوا تمركز آية مالك والسهيلي اللي يدخل لأنصاف المساحات، وهذه نقطة قوة فوزي البنزرتي اللي لما يكون عندك زوز أظهر بنزعة هجومية وتعرف تستغلهم، لأن التحذير يصير من شوات في الجولدن زون اللي أهداف النادي الإفريقي بريسك جاو من المنطقة هذه، سوء تفاهم ما بين الحارس والمدافع والسهيلي يحط الكرة في الشبكة. في الهدف الثاني نشوفوا النادي الافريقي يقدم القدام وباش يضغط ويستغل سوء تمريره من لاعب الملعب التونسي، ونشوفوا قوه هجوم النادي الافريقي في التحول الهجومي، بينما الصحراوي يعمل زوز اخطاء. الخطا الاول في تمرير الكره في منطقه فيها ملاعبية النادي الافريقي بكثافة عددية كبيرة، وعدم اختيار اللعب على الجهة المقابلة للميدان وين كان فما 3 ضد 1. الخطأ التكتيكي الثاني اللي كان على الصحراوي انه يجري خلف شوات مش امامه ويحافظ على خط التسلل، بما انه كان بعيد على زميله في الدفاع، خير انه يجري في اتجاه المرمى وهكا كسر التسلل. نشوفوا التفاهم ما بين الشريمي وشوات وفرحة فوزي البنزرتي بعد الهدف الثاني يدل كان على انه الفريق قاعد يخدم على روحه ويستحق المكان اللي هو فيه في صدارة الدوري. الحاجات اللي ما شفناهمش في الشوط الأول، البريسينج العالي، الزيادة العددية في الهجوم، شفناهم في الشوط الثاني، وهذا اللي خلينا نشوفوا وجه مغاير للنادي الإفريقي وقدر أنه ينتصر في المباراة. خليوا لي آراءكم في التحليل الفني وشنية توقعاتكم المباراة الديربي، وشكرا.